لو عاوز تجمع بين الحداثه والتقاليد القديمه فعليك ولو مره تتزامن بهذا العطر. فالعطر ده يحتوي على مزيج من مكونات العطور الشرقيه الكلاسيكيه والمكونات الحديثه التي يغلب عليها الطابع الانثوي، والتي تعطي هذا العطر لمسه من العصريه والتميز. عطرنا النهارده عطر عنبر 01 من سويس اريبيان. تعالوا بينا نشوف ايه حكايه عطرنا النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد مع محمود النجدي. طبعا قبل ما نبتدي أي حاجة تعالوا بينا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشان مزاجنا يبقى جميل. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. وطبعا مفيش مانع تشتركوا في القناة وتعملوا لايك عشان محتوانا يوصل لأكبر عدد ممكن من أصحاب المزاج الرفيع اللي حقيقي بيكون مزاجي حلو وأنا معاكم. تعالوا بينا نشوف علبة العطر الخارجية من بره. طبعا العلبة من بره شكلها جميل، لونها أبيض كده مبهج وجميل. وطبعا هنا مكتوب عليها اسم الشركة المصنعة لهذا العطر، شركة سويس اريبيان. طبعا الشركه دي شركه اماراتيه، وطبعا مسمينه عنبر 01. طبعا الشركه دي بتعمل لاين كده، يعني كل شويه بتعمل لاين من العطور بتسميه باسم معين، عنبر 01 2 3 4، وساعات بتسميه مش عارف قمر 1 2 3 4 وهكذا. طبعا دي عطر من ضمن عطور اللي هي عنبر ومسمينه برقم 01. طبعا العلبه كده زي ما احنا قلنا كده بتفكرك بعلب توم فورد، بتشيل كده من فوق لتحت. وطبعا هنا مكتوب من فوق اي اس بطريقه شكلها جميل، مش عارف هتبقى باينه في الكاميرا ولا لا، يعني اللي هو سويس اريبيان عاملينها كده بشكل لوجو جميل كده مع بعض. وطبعا العلبه دي اصدار 2022، ومكتوب طبعا هنا عليها شكل يعني بعض المكونات بتاعه العطر، وورا برضه مكتوب عليها بعض مكونات العطر. طبعا زي ما احنا شفنا شكل العلبه من جوه شكلها كده جميل ولونها مميز كده، وقلما ما اشوف علب بالشكل ده او اللون ده. وهي طبعا حجم العلبه هنا 50 مللي. طبعا هنا الكاب بتاع العلبه، تعالوا بينا نشوف نطلع العلبه. طبعا هي محطوطه كده في حته كده زي قطيفه كده، ومحطوطه كده جوه القاعده بتاعت العطر، معرفش عشان خاطر لو حد حابب يحطها. وطبعا هنا في ورقه مكتوب فيها بعض الكلام، مكتوب this fragrance contain natural extract. طبعا مكتوب ان مكونات العطر ده مكونات طبيعيه، وبقول لك ان في بعض الاحيان ممكن تلاقي بعض يعني بعض البارتيكلز دي مش هتاثر على البتاع على العطر، يعني على محتوى العطر، ويعني انك انت تحط العطر بعيد عن الضوء او الاماكن السخنه يعني. تعالوا بينا نشوف شكل العلبه من جوه. طبعا شكل العلبه هو باين، مكتوب عليها عنبر 01. طبعا شكل الكاب شكله غريب كده ومميز، وهو مرسوم على فكره على الحته القطعه اللي فوق من العلبه بتاعت العطر، نفس الشكل بتاع الكاب. طبعا العلبه صغيره مكتوب عليها عنبر 01 من سويس اريبيان. وطبعا الكاب بتاع العطر برضو قوي ويمسك العطر. تعالوا بينا نشم العطر كده مع بعض ونشوف اخباره ايه. الله، طبعا هو طبعا البخاخ بتاع العطر اكثر من رائع، وبينتشر بطريقه جامده جدا. بدا كمان يعني العطر كده في بدايته حاجه كده منعشه وجميله. طبعا انت اول ما بتشم هذا العطر بتحس انك انت كده شميت بعض العطور اللي انت ممكن تكون شميتها زمان، العطور النسائيه بس بطريقه مطعمه بالمكونات الشرقيه. فانا العطر ده تحس ان هو كده خليط ما بين حاجه قديمه وحاجه جديده، بيحسسك كده بانتعاش كده، وفعلا تحس انك انت في ريحه جميله بتشمها اول ما بترش هذا العطر. يعني تقدر تقول ان العطر ده عطر وردي زهري، يعني في ازهار بيضاء كده وهو في سنه حلاوه. تبدا تركيبه العطر ده او المقدمه بتاعه العطر بنغمات منعشه من البرتقال، او تحس ان هو اليوسف الطازه كده، يعني تحس فعلا في ريحه جميله داخل معاها كده ريحه من الفلفل الاسود، هي اللي بتدي المقدمه دي طابع من الحيوان والانتعاش، واللي اعتقد ان هي اللي بتدي لمسه من الحداثه للعطر ده. تحس ان الحته دي هي اللي بتدي العطر ده كده حاجه حديثه، مع الجانب اللي هو الكلاسيكي اللي انت ممكن تشمه اول ما بترش العطر. بعد كده بتخش علينا نفحات من قلب العطر من الورد والياسمين والكشمران والنوتات دي، اعتقد هي اللي بتدي لمسه من الانوثه والحنان كده والنعومه للعطر ده. بعد كده بيخش عليك نفحات من المكونات الاساسيه بتاعه العطر ده او القاعده بتاعه العطر، من العنبر والفانيليا والباتشول والسيدار. والنوتات دي هي اللي بتدي بقى الطابع الكلاسيكي والشرقي اللي انا بتكلم عليه، انك انت فعلا تحس ان المقدمه بتديك طابع كده من الحداثه كده والتميز، والنفحات من الحيويه والنشاط، والقاعده بقى كده بتديك بقى اللي هو الجانب اللي هو الشرقي الجميل اللي احنا بنحب نشمه في العطور بتاعتنا. وطبعا الباتشول بيميز اي عطر بان هو بيساعد على الانتشار بتاعه، فعلا العطر تحس ان هو نفاذ
وهو فعلا مدي اكتر على الجانب الانثوي للعطر ده. معروفه طبعا قد ايه ان العطور بتتميز بالطابع النسائي، انها بتكون نفاذيتها قويه جدا. انا العطر ده فعلا لما حطيته عشان استخدمه، يعني اول حاجه حطيته في مكان، كنت في مكان مغلق كده وفيه تكييف، كنت حاسس ان هو نفاذ جدا وحاسس ان انا ريحتي واضحه جدا، انا قاعد طول الوقت شامم الريحه. ودايما الحكايه دي بلاقيها في العطور النسائيه. فالعطر ده يعني هو فعلا يستخدم للرجال وللنساء، وممكن حد يستخدمه عادي من الرجال، ولكن انا يعني ما حسيتش ان هو اللون اللي انا بحبه او الطابع اللي انا بحبه. فعشان كده حسيت ان انا طول الوقت شامم الريحه، ريحته حاسس ان هي ماليه المكان حواليا. يعني هو ممكن يكون ممتد الى ذراع حواليك طول الوقت، طول ما انا حاطه حاسس ان انا شامم الريحه بطريقه قويه جدا، لدرجه ان انا مش عارف هل الناس اللي حواليا متاذيين من الريح ولا لا. ولكن جالي منه اطراء، وقال لي في حد سالني ايه الريحه اللي انت حاططها دي، الريحه فعلا قويه وجميله. هو فعلا تحس انه ناعم كده، او انا حاسس ان هو نسائي اكتر. فالعطر ده طبعا يستخدم في المناسبات الرسميه للنساء، طبعا مش بره البيت، لان طبعا ده منهي عنه شرعا. فانا اعتقد ان لو حد حطيته في البيت في المناسبات الخاصه او في الاعياد او الكلام ده هيبقى جميل جدا، وهتحس ان هي كده فعلا مميزه في وسط الناس اللي هي حاطه في وسطهم العطر ده. وطبعا يستخدم بشكل يومي للاشخاص اللي ممكن عايز يروح الشغل بيه كراجل يعني، او يروح بيه وهو حابب الدرجه دي من العطور، فما طبعا اكيد هيستمتع بالعطر ده. يعني العطر ده مش وحش، ولكن هو مش ذوقي اكتر. انا بحب العطور اللي هي بتكون كده فيها خشونه، فيها كده طابع شرقي اكتر، فيها عود وعنبر، فعشان كده تلاقوني اكتر ميال للعطور الشرقيه من العطور الغربيه. فالعطر ده تحس ان هو غربي نسائي بطريقه واضحه جدا. وطبعا العطر ده احنا قلنا حجمه 50 مللي، وسعر العطر ده تقريبا 230 درهم اماراتي، يعني تقريبا في حدود $80. عطر طبعا انيق وجذاب، وانا طبعا من وجهه نظري ان هو يعني مثالي اكتر للنساء. طبعا فوحان العطر ده عظيم جدا، بيقعد ساعتين او 3 فوحانه جامد جدا. انا بحس ان طول الوقت انا شامم ريحته، يعني حاسس ان هو فوحانه انا ما حسيتش ان هو راح طول الوقت انا حاطط فيه العطر. طبعا انا شامه طول الوقت، ما اعرفش هل ده انا عشان يعني العطور النسائيه دي بتحسسني ان الموضوع فيه لازم يكون فيه نفاذيه جامده جدا. طبعا عمال اقول نسائيه، هو ينفع يستخدم، هو يونيسكس، يستخدم للرجال والنساء، ولكن انا حاسس ان هو اكتر للنساء، عشان كده عمال اقول ان هو عطر نسائي. وطبعا سواته بيقعد كتير جدا، مش اقل من 6-7 ساعات. ففعلا التجربه الشخصيه بتاعته كانت تجربه جميله، ولكن هو مش من العطور اللي بتستهواني. يعني هو عطر جميل ومميز، لو انا بحب هذا العطر كنت هبقى مبسوط جدا ان فحوانه بالطريقه القويه دي، وثباته بالطول ده كله. ففعلا العطر ده يعني هيبقى مثالي جدا للناس اللي بتحب او الذوق ده من العطور. يعني انا لو عايز اقيم العطر ده هديله 7 أو 8 من 10، عشان خاطر بس الجانب اللي هو ان هو جاي اكتر على النسائي. طبعا ده من وجهه نظري. طبعا يا ريت لو حد من المتابعين استخدم العطر ده بعينه، او يعني جرب اي حاجه من المجموعه دي، قول لنا في الكومنتات ايه رايه في العطور دي، وايه اللي في المجموعه دي يصلح للرجال اكتر من وجهه نظره. ولو في حاجه هو جربها شبه العطر ده، يا ريت تقول لنا عليها برده، لو هنعرف نجيبها نعمل عليها مراجعه. طبعا انا حاسس ان انا يعني قلت كل حاجه في العطر ده، وهو فعلا عطر جميل ومميز، ومش معنى كلامي ان هو للنساء ان هو مستخدمش للرجال. طبعا اكيد في ناس ذوقها جاي كده اكتر، زي عطر مضاوي. ما في عطر مضاوي ده هو يعني كتير جدا بتصنفه للرجال، ولكن انا بحب احطه جدا. ولكن طبعا مضاوي الذهبي حبيته اكتر، لان هو جاي على الجانب الشرقي اكتر، جاي على الجانب الذكوري اكتر، فهي نفس الفكره. فالعطر ده فعلا اللي هجيبه هستمتع بيه جدا. انا كده خلصت كل كلامي عن العطر، واعتقد مفيش حاجه ثانيه اقولها. وقبل ما نختم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تاني، عشان نخلي مساجدنا حلوه اكتر. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب منك يوم القيامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.